السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات قناة شوبينج تي في. شهر رمضان الكريم قرب، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وكثر الكلام عن برنامج رامز في رمضان 2019. هنتكلم النهاردة عن الفكرة النهائية لبرنامج رامز في رمضان 2019 ومكان التصوير وبعض من ضحاياه اللي تم تسريب أخبار عنهم. استنونا بعد الفصل. إذا عجبكم الفيديو شرفونا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير للفيديو ليصلكم كل جديد. ويا رب اقدرنا دايما على فعل الخير، وابعدنا يا رب على زيت الغير، ويا رب كتر باللايك والشير. لو عجبتك دوس لايك وما تبقاش بخيل. رمضان أهلا. شوبينج تي في، قناة كل العائلة. قلت اهدى قلت انسى واعلن اعتزالي، وابتديت اعقل خلاص وربنا هداني. قالوا بيحور وقالوا شغل امريكاني، بعمل ارض بحر جو اللي باقيله تاني. قالوا خلص قالوا شطب مش هتقوم نوم، ليا ناس هترجعوني للشقوة تاني. انتشرت في الفترة الأخيرة على مواقع السوشيال ميديا أقاويل كتيرة عن فكرة برنامج رامز خارج نطاق الخدمة، حتى أصبحت تقريبا هي الفكرة شبه نهائية للبرنامج. وكذلك انتشرت مجموعة بوسترات دعائية للفكرة المنسوبة لقناة NBC. ولكن على الجانب الآخر كانت الفكرة تلاقي كثيرا من الهجوم من قبل بعض النشطاء على مواقع السوشيال ميديا، حتى أنه مؤخرا ظهرت هناك دعوات لمجموعة من النشطاء على مواقع السوشيال ميديا لمقاطعة برنامج رامز جلال إذا قام بتنفيذ هذه الفكرة لما فيها من حرمانية كبيرة وتدخل في الغيب وعذاب القبر الذي لا يعلمه إلا الله وحده. وظلت الفكرة تنتشر بصورة كبيرة إلى أن ظهرت الفكرة الأصلية للبرنامج وهي رامز في الشلال. وطبعا الفكرة جت غير كل التوقعات اللي انتشرت على مواقع السوشيال ميديا في الأيام الماضية. انتظرونا في آخر الفيديو هنعرض لكم البرومو التشويقي للبرنامج. أما عن مكان تصوير البرنامج، فالبرنامج السنة دي تم تصويره في إحدى الجزر في إندونيسيا، وقد قال رامز جلال قبل ذلك أنه اختار إندونيسيا بالتحديد لأن طبيعتها تلائم فكرة البرنامج، وده ظهر الأيام ديت لما في إندونيسيا من جزر وشلالات وبيئة طبيعية مناسبة. تحتوي فكرة البرنامج هذا العام على كثير من الرعب والإثارة، حيث يستطيع رامز وفريق العمل إيهام ضيف الحلقة بعد أن يتم استدراجه إلى إحدى الجزر بإندونيسيا أن القارب الذي يحمله هو وواحد من فريق البرنامج يغرق. وتتوالى المفاجآت حيث أن الضيف أو الضحية يقوم بالسباحة إلى إحدى الجزر القريبة لينجو من الغرق، وهناك يجد مفاجأة أخرى وهي أن الجزيرة نفسها تغرق أيضا. وفجأة وسط هذا الجو المليء بالرعب والإثارة يظهر رامز جلال في صورة غوريلا كبيرة ليرعب الضيف أكثر، ثم يقوم بالكشف عن شخصيته بعد ذلك.
واستعان رامز جلال بالإعلامية الخليجية مهير عبد العزيز للإيقاع بضحاياه لما تتمتع به من علاقات جيدة بالفنانين والإعلاميين، ولا يمكن لأحد أن يظن بأنها سوف تخدع ضيوف البرنامج وأنها تعمل لحساب رامز جلال. أما عن آخر تسريبات الضيوف الذين تم تنفيذ المقلب فيهم فهم رانيا يوسف، وقد اختارها رامز جلال لما أغزته من ضجة على مواقع السوشيال ميديا بسبب الفستان الذي كانت ترتديه في مهرجان الجونة، وكذلك أيضا الفنانة دنيا سمير غانم والكابتن مدحت شلبي وعلي ربيع ومصطفى خاطر والمطرب العالمي لويس فونسي مطرب أغنية ديسباسيتو الشهيرة، وكذلك أيضا الفنانة شهيرة التي لوحظ عودتها من أندونيسيا مؤخرا، وقامت بنشر صورة لها من أندونيسيا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبسؤالها قالت بالفعل أنها صورت حلقة مع رامز جلال هناك. والآن أعزائي المشاهدين نترككم مع البرومو التشويقي الأول لبرنامج رامز في الشلال رمضان 2019. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. علشان ترعب واحد بس لازم يكون بينه وبين الموت شعرة واحدة بس. نداء لأصحاب القلوب الضعيفة والأحاسيس المرهفة، أنا عايزكم تتشافوا شوية، جمدوا قلبكم. إلى كل معجب بأي فنان هستضيفه السنة دي، اشتم براحتك، لأن أنا بصراحة أوفر. أنا مريض يا جماعة، أنا مريض وعايز أتعالج، أنا بحب أصحابي لدرجة إن أنا هموت صحابي. يا رب لا! إيه ده؟ الشايب المعركة قاعد يمسكنا. لا ما تجيبيش وقتي. انا فيك قاعدة رجلي والله. خلاص البنت التالتة يا نهار اسود، الحقوني أنا هموت صحابي. يا رب لا! إيه ده؟ الشايب المعركة قاعد يمسكنا. لا ما تجيبيش وقتي. انا فيك قاعدة رجلي والله. خلاص البنت التالتة. يا نهار اسود، الحقوني أنا هموت صحابي.
Shopping TV. قناة كل العائلة.